القصة دي فكرتني بلعبة جيراني في روبلوكس. كنت رايحة أنا وأصحابي لبيت واحدة صاحبتنا اسمها لما. عرفت من صاحبتي لما اللي هي بالمناسبة بنت المدرسة بتاعتي، عرفت منها إن لو حد لعب قدام البيت جدتها بتزعق له وساعات بترمي عليه مية. للعلم هي ساكنة في بيت عيلة، هي وأمها وجدها وجدتها والعيلة الكريمة يعني. المهم وقفنا قدام بيت العيلة وكنا بنتكلم، فجأة لقيت لما راحت عند الباب والباب كان مفتوح، وبدأنا بالخطة الجهنمية إننا نخش جوه البيت من غير ما حد يعرف ونطلع للدور التاني من غير ما جدتها تشوفنا. واحنا داخلين وعلى حظنا الأسود إن باب الدور اللي كانت جدتها قاعدة فيه كان مفتوح وهي كانت قاعده جوه. بس الحمد لله جرينا على السلالم واحده ورا الثانيه انا وملك ولما وخدنا الورق. واحنا نازلين سمعنا جدتها بتقول انا حاسه ان في حد داخل البيت. رحنا وجرينا بسرعه وطلعنا من البيت، وبعدها بكام يوم المس قالت لنا ان في حفله بكره على الساعه 11 كده، فانا رحت وعملت نفس الحركه، بس المره دي كنت لوحدي علشان صاحبتنا ملك كانت جايبه معاها اختها الصغيره وكانت مشغوله بيها. طلعت للدور الثالث على شقه المس، وملك ولما بعد كده حصلوني. واحنا نازلين جدتها المره دي قفشتنا وانا جريت انا ولما، بس ملك بسبب اختها الصغيره ما لحقتش تجري واتمسكت. بس الحمد لله جدتها ما عملت لناش حاجه وقالت لنا اللي انتوا عملتوه ده غلط وخلاص، اصل مش كل مره هتسلم الجره.